أنا عارفة إنك مهموم وقلبك موجوع، وعارفة إنك صابر بقالك كتير على الوجع اللي أنت حاسس بيه، وكمان شايل هموم كتير قوي وتعبت ونفسك ترتاح. وعشان ترتاح خليني أقولك، أنت مش هترتاح أبدا غير لما تتأكد إن ربنا عارف بكل حاجة بتحصل لك، عارف بوجعك وبألمك، عارف إنك بتنام كل يوم ودمعتك على مخدتك. هو عارف كل ده وأكتر كمان، عارف كل تجربة أنت مريت بيها واللي لسه هتمر بيها، بس كله مكتوب. وده مش كلامي، ده كلام رب العزة سبحانه وتعالى ليك في آياته الكريمة. تعالوا نسمع ربنا بيقول لنا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أنت متخيل إن رب العزة بيعرف كل حاجة، عارف بكل ده وكمان مش عارف بحالك؟ معقول مش عارف بوجعك وألمك؟ هتقولي يعني ربنا عالم بحالي وعالم إن أنا موجوع وبتألم وتعبان وسايبني أتوجع بالشكل ده؟ هقول لك، ما هو أنت اللي باصص تحت رجليك ومش سامع. مش سامع ربنا بيقول لك إيه لما طمنك في آياته الكريمة وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال لك برضه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ركز، اسمع. ينفع بعد اللي سمعته تتوجع على حاجة أنت فقدتها؟ ينفع تشيل هم بكرة؟ ينفع تسأل تقول ليه يا رب أنا فقدت الحاجة دي؟ ده أنا كنت بحبها، ده أنا كان نفسي فيها. ينفع؟ خدها قاعدة في حياتك. لما رب العزة يمنع عنك حاجة، هي دي قمة العطاء. هو ده قمة العطاء، هو ده الخير ليك. لأنه لما بيمنعها عنك، هو بيمنعها عشان يديك الأحسن منها بكتير، الأفضل ليك. ربنا بيقول لك الحاجة اللي أنا اديتها لك وأنت بتكرهها وخايف وقلقان منها ومتضايق منها، وراها خير كبير قوي ليك. اصبر، هيعوضك خير أنت مش شايفه دلوقتي، أصلك ما بتعرفش الغيب، لكنك واثق في وعد رب العزة ليك، واثق إن ربنا هيعوضك وهياخد منك، بس هيديك اللي أحسن بكتير من اللي هو أخده. وده يخليني أقول لك، مش عيب تشيل الهم، مش عيب تشيل الهم وربنا موجود. اوعى تشيل هم مش بتاعك. خدت تجربة واتوجعت واتألمت، عادي، اتعلم وافهم الدرس من التجربة دي، مفيش مشكلة. ما انت عايش في الدنيا دي عشان تتعلم وتفهم، صح ولا لا؟ بس بعدها روح لربنا سلم له نفسك وحياتك. المشكلة بتحصل لما بنتدخل في كل حاجة بدل ما نروح لربنا سبحانه وتعالى ونسلمه أمرنا. ربنا هو اللي هيدبر لك أمرك. ارمي توكلك على الله وسيبه، سيبه هو يهندس لك حياتك. والله العظيم لا هو اللي هيعمل لك كل حاجة حلوة، لأن رب العزة ما بيجيش منه غير كل خير. حتى لو ظهر الموضوع ليك مؤلم وموجع وشر ليك، يا ريت نصدق وعد ربنا لينا ونسلم. ساعتها بس هنطمن وهنرتاح وهنهدى وكل مشاكلنا هتتحل. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. هدية محمود.